اتجهت الكثير من دول العالم نحو استثمار القمامة والنفايات التي تحولت من مشكلة الدولة والمجتمعات إلى قيمة اقتصادية وبيئية من خلال إعادة تدويرها، الأمر الذي شجع المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة لافتتاح معامل ومصانع للاستفادة من القمامة كناتج محلي وموارد قيمة بعد تحويلها إلى مواد أولية. كيف يتعامل إقليم كردستان مع القمامة والنفايات التي هي نتيجة طبيعية للوجود البشري؟ وما هو مصير مخلفات المرضى التي تخرج يوميا من المستشفيات والمراكز والمختبرات الصحية، وخاصة تلك المتخصصة بعزل المصابين بفيروس كورونا؟ في هذه الحلقة من أربيل سنتعرف على كل جوانب هذا الموضوع الذي يلفه الغموض. تعتمد أكثرية المدن في إقليم كردستان على الطريقة التقليدية في جمع النفايات من الأحياء السكنية، وذلك من خلال عمال النظافة وكابسات نقل بأحجام مختلفة تعود إلى شركات أهلية خاصة تعاقدت مع دوائر البلدية في جميع المدن والقصبات في محافظات الإقليم لتنظيف الشوارع ورفع القمامة في المناطق التجارية والأحياء السكنية، ثم نقلها إلى مواقع خاصة تعرف بالتمر الصحي تحددها بلدية المنطقة، ويفترض أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية للتخلص منها وفق شروط تراعى فيها جوانب البيئة والصحة. أما دور المواطن في هذه العملية فينحصر فقط بتكييس النفايات وجمعها في الحاويات قرب بيته. نحن في رئاسة بلدية أربيل قسمنا المدينة إلى 6 مناطق وفوضنا 6 شركات متخصصة لأعمال التنظيف تحت إشراف دوائر البلدية في كل منطقة. هذه الشركات لديها فريقان متناوبان يعملان تقريبا على مدار الساعة. الأول مختص بتنظيف الشوارع، والثاني لرفع نفايات المنازل والمناطق التجارية بواقع 2 أو 3 مرات يوميا. أما عن وزن مجمل النفايات التي ترفع داخل مدينة أربيل وحدها فيبلغ 2000 إلى 2500 طن يوميا، عدا الأنقاض التي يصل وزنها ما بين 3000 إلى 4000 طن يوميا. جميع النفايات يجمع بسليمانية من قبل 4 شركات أهلية عندهم عقد مع رئاسة بلدية سليمانية. حسب الكميات اللي تجمع يوميا من مدينة سليمانية توصل ل 1100 طن، يوميا 1000 طن ل 1200 طن تجمع من النفايات من كافة مدينة سليمانية. بينما تخضع معظم مواقع التمر الصحي المعتمدة لدى دوائر البلديات في محافظات ومراكز المدن في إقليم كردستان تخضع إلى ضوابط وتعليمات صحية كانت حتى زمن قريب بمثابة مداخن كبيرة تحترق فيها النفايات بكل أنواعها دون رقابة جدية لحماية البيئة والصحة المجتمعية. ثم صارت الطريقة المعتمدة هناك هي دفن النفايات في الأرض أو تكديسها ثم ردمها بالتراب والحصى. وفي كلتا الحالتين كان هناك أشخاص كثر ممن يعتاشون ويكسبون رزقهم من العمل في المكبات، وهؤلاء يمكن اعتبارهم يمثلون المرحلة الأولى من فرز النفايات التي تصل إلى المكب وهي مكبوسة. هذه الطريقة التقليدية التي نتبعها نحن في أقليم كردستان العراق وكذلك في العراق هي طريقة قديمة تقليدية برمي النفايات في المكبات، ولكن النفايات في الدول المتقدمة أصبحت مورد مالي. ألقي هنا في مزبلة كاني قرجالة، حيث مكان التمر الصحي الوحيد في مدينة أربيل، خلال العام 2020 فقط 1,000,000 طن تقريبا من النفايات. تلك الآليات الثقيلة خلفي تتلقف حمولة الكابسات والقلابات لتلقي بها نحو الحافة، وبالتقادم والتكدس تكون هذا التل الذي يرتفع ب25 مترا عن أرض كانت واديا قبل 6 أشهر فقط.
في مدينة أربيل الكبيرة يوجد مكب واحد فقط لطمر النفايات صحياً، وذلك منذ 20 عاماً تقريباً. مساحة هذا المكب تتقلص بمرور الزمن، ويزداد ارتفاعه بحكم تكدس النفايات فيه يومياً. موقع الطمر الصحي الذي يقع في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة أربيل لا يبعد عن مركز المدينة سوى 10 كيلومترات فقط، وبات على مشارف بعض الأحياء السكنية التي أنشئت مؤخراً بالقرب منه بحكم التوسع العمراني المتزايد للمدينة، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء. الحالة هذه لا تقتصر فقط على مدينة أربيل أو المدن الكبيرة الأخرى في إقليم كردستان، بل أغلب الأقضية والقصبات حيث تقع مكبات النفايات العشوائية غالباً بالقرب من مناطقها السكنية. بعد عام 2004 خصص هذا الموقع في كاني قرجالة كطمر صحي لتجميع النفايات من مدينة أربيل ودفنها، بعد إغلاق الموقع القديم الذي لم يعد يتلائم مع التوسع العمراني للمدينة. تحتنا الآن حوالي 30 مترا من النفايات المدفونة ضمن مساحة كبيرة كما تلاحظون، لهذا لم يعد حتى هذا المكان ملائم لجمع أطنان من النفايات يوميا، وحان الوقت لإنشاء معمل لمعالجة النفايات هنا. طالبنا بذلك وتم تخصيص موقع لهذا المشروع، وننتظر بقية الإجراءات. حينما تجولنا في مكب كاني قرجالة كانت الأنابيب الحديدية المغروسة في الأرض تحيط بنا كلياً، وظيفتها تنفيس غاز الميثان الذي يتكون من دفن النفايات وتحلل بعضها وإطلاقه إلى الجو، وذلك بعد أن كانت الحرائق دائمة الاشتعال في مكب النفايات هذا، ومن الصعب السيطرة عليها. حرق النفايات ظاهرة خطيرة، نحن هنا لمنعها، ولكن هذه الأنابيب تضخ الغاز باستمرار، وأحيانا تتحول إلى نيران، وعلينا إخمادها بأسرع وقت عن طريق طمرها بالتراب. لا تتصور كم هو حجم الأضرار الناجمة عن حرق النفايات بالنسبة إلى فريقنا هنا. مكب النفايات في كاني قرجالة أنا اقترحت على المحافظة في وقتها خلال هذه السنة، لماذا لا نقلد ليس الدول المتقدمة وإنما مدينة كمدينة اسطنبول 10% من الطاقة الكهربائية من المكب، بمعنى لماذا نطلق غاز الميثان من خلال الأنابيب إلى الهواء هدرا؟ فلنستطيع أن نقول يا له من هدر. وماذا كان رد الحكومة؟ رد المحافظة لم يكن إيجابيا في وقتها، لأنهم ارتاؤوا أو استحسنوا التخلص من الغاز حاليا. رغم ذلك هناك محاولات لإنشاء مشاريع كبيرة لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد صلبة في جميع محافظات إقليم كردستان، كما حصل هنا في مدينة السليمانية التي أنشأت مؤخرا معملا للاستفادة من القمامة ومعالجتها. والتجربة الأولى بهذا الخصوص كانت في محافظة دهوك وبلدة آكري التابعة لها. لم تعد شاحنات أو كابسات القمامة تنقل النفايات في مدينة السليمانية إلى الطمر الصحي كالمعتاد، بينما تنقلها مباشرة إلى معمل لمعالجة النفايات أنشأها شركة كردية بالتعاون مع شركتين أوروبيتين متخصصتين في هذا المجال بكلفة بلغت 60 مليون دولار. هذا المعمل له دور محوري في فرز أطنان من المواد المختلفة ومعالجتها ثم كبسها بواسطة مكائن مصنفة لهذا الغرض تستخدم لاحقا في مجالات أخرى. عندنا عقد ويا المعمل النفايات. المعمل النفايات من أسست من قبل شركة فاروق، طبعا بتمويل الحكومة إقليم كردستان مع وزارة البلدية، كمشروع معالجة للنفايات بمفهوم المعالجة تريتمنت كامل. هذا المشروع الوحيد أو هذا المعمل الوحيد ليس في السليمانية بل في الإقليم وفي العراق. باقي المشاريع هي عمليات فرز واستخلاص مواد قد يعاد تدويرها في معامل
مشابهة. هذا المعمل الذي يقع في تانجرو جنوب شرق مدينة السليمانية يقوم في الواقع بأكثر من دور إيجابي في الوقت نفسه، فهو يعالج النفايات الصلبة ويحولها إلى وقود نظيف صديق للبيئة تستخدمه معامل أخرى، كما يخلص مواقع التمر الصحي أو مواقع مكبات النفايات والقمامة من دفن أطنان المواد العضوية وغيرها التي تؤثر سلبا على نقاوة المياه الجوفية، فضلا عن تشغيل العشرات من الأيدي العاملة. احنا مشروعنا معالجة، يعني كامل الكمية اللي تدخل بمختلف صنوف المواد اللي فيها أو أنواعها هي تعالج بالكامل وتحول إلى وقود صلب يستخدم في معامل الإسمنت، وبالتالي أيضا الوقود هذا أيضا هو صديق إلى البيئة أكثر من الوقود الهيدروكربوني اللي هو النفط الأسود اللي نحرقه في معامل السمنت. هذا جانب آخر. للمدينة بالتأكيد راح يوفر فرص عمل. فرص العمل المباشرة اللي يوفرها المصنع هنا بحدود 200 فرصة عمل. علاوة على ذلك اكو ناقلين، اكو ناس راح تقدم خدمات الى المصنع. بالمصانع السمنت ايضا راح تضاف ايضا فرص عمل، فبالتأكيد نتكلم عن بحدود 400 فرصة عمل. بعد الفاصل، أين تذهب مخلفات المصابين بكورونا؟ وكيف تتخلص المراكز الصحية والمستشفيات منها؟ ومن مخلفات أخرى تحمل فيروسات خطيرة ليس فقط بالنسبة للإنسان بل للحيوانات السائبة والبيئة. انتشر مؤخرا مصطلح نفايات كورونا بين الناشطين والمختصين للدلالة على المخلفات الطبية التي يستخدمها الناس للوقاية من الوباء، والتي تندرج ضمن المخلفات الطبية شديدة الخطورة على الصحة، والتي تتطلب طرقا خاصة وحذرة للتخلص منها أو لمعالجتها. لا تصل النفايات الطبية إلى المكبات الاعتيادية لكي لا تندمج مع غيرها من أنواع النفايات الأخرى، الأمر الذي يشكل خطراً صحياً حقيقياً على العاملين هناك، ناهيك عن ضررها على التربة. وعوضاً عن ذلك تعتمد الحكومة محارق خاصة ومرخصة منها فقط لإعدام المخلفات الطبية، وهذه المحارق تكون داخل المستشفيات فقط، وتعمل وفق شروط وضوابط تحددها وزارتا الصحة والبلديات مع هيئة البيئة في إقليم كردستان. توجد محارق صغيرة للتخلص من النفايات الطبية في أغلب المستشفيات، فضلا عن محرقتين كبيرتين في أربيل وباقي محافظات إقليم كردستان للتخلص من كافة النفايات التي من شأنها أن تضر بحياة المواطنين وتنتقل من خلالها بعض الأمراض المعدية. هذه المعامل تعمل تحت درجة حرارة عالية جدا، وتستخدم فيها أشعة قوية لمنع تسرب أي فيروس أو عدوى من بقايا هذه المخلفات، وعلى رأسها مخلفات مرضى كورونا. ولكن للأسف بالمقابل نرى بعض المواطنين لا يهتمون بهذا الجانب كثيرا، ويرمون الكمامات أو القفازات أو حتى المناديل متى ما يشاءون وفي أي مكان، ولا يتصورون مدى خطورة الأمر. الكمامات والكفوف وقنان التعقيم والأقنعة والأردية البيضاء الواقية من فيروس كورونا جميعها أنواع جديدة من النفايات المستخدمة بشكل واسع جدا لم يسبق له مثيل منذ تأسيس المراكز الصحية والمستشفيات في العراق. وهذه الأنواع الجديدة انضمت إلى المخلفات القديمة التي تضم بينها
النفايات الطبية المعدية كالدم وسوائل وأجزاء الجسم الأخرى والأجنة البشرية، فضلاً عن مخلفات صالات العمليات وتشريح المرضى والأدوية منتهية الصلاحية. خصصنا مراقبين في مكب نفايات كاني قرجالة للتدقيق عن محتويات الكابسات قبل وبعد تفريغ حمولتها، وخاصة تلك التي تنقل مخلفات المستشفيات، لأننا نتعامل مع نوعين من القمامة: الطبيعية وهي النفايات التي تجمع من المنازل والمناطق التجارية، أما الثانية فهي الطبية أو العضوية كيد مبتورة أو بقايا مخلفات عمليات جراحية أو الدم وغيرها، والتي يتوجب معالجتها بالحرق والإشعاع قبل نقلها إلى التمر الصحي. حتى قبل انتشار وباء كورونا، نحن كمديرية صحة أربيل التابعة إلى وزارة الصحة نعمل على جمع المخلفات الطبية من كافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية الصحية وكافة المشافي الطبية من الإبر والأدوية وبقايا مخلفات العمليات الجراحية وغيرها. الآن أضيفت إليها الكمامات والقفازات وغيرها من مستلزمات الوقاية من كورونا، وتنقل وتمر بعملية خاصة. هذه العملية في داخل المستشفيات تعالج حسب نوعية المواد وتوضع داخل حاويات محكمة للتخلص منها. أما المخلفات الأخرى مثل الكمامات وغيرها فتوضع داخل حاويات زرقاء، ثم تنقل بإشراف فريق طبي إلى محارق وزارة الصحة التي ذكرتها. هناك العديد من الشكوك تراود بعض المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة في إقليم كردستان، فيما إذا كانت تتبع الشروط واللوائح الصحية في نقل مخلفاتها إلى المحارق المتخصصة مقابل مبالغ مالية تدفع إلى الحكومة بحسب الحجم والنوعية. وأيضا هناك اتهامات لبعض مذاخر الأدوية والمراكز الصحية الخاصة في الإقليم بالاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بعد طبع ملصقات مزورة لتاريخ غير منتهي عليها وضخها إلى الأسواق مرة أخرى بدلا من نقلها إلى المحارق والتخلص منها نهائيا. لدينا لجان خاصة لمراقبة ومتابعة المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الحكومية والأهلية فضلا عن المداخر والصيدليات، ونتعامل مع المخالفين وفق القانون، ولم نسجل إلى الآن الحالات التي ذكرتها، بل الأمور تجري بانسيابية تامة ووفق تعليمات منظمة الصحة العالمية تماما. اقترحنا على وزارة العدل أن تقوم بإنشاء محاكم بيئية، بمعنى أن يكون القاضي ملما بالتلوث البيئي وبالمعالجات البيئية وبالأضرار التي تلحقها هذه الملوثات بالبيئة. وإذا لم نستطع فلنقم على غرار بعض الدول بتعيين قاضي بيئي في كل محكمة. وكذلك تحدثنا مع وزارة التجارة أنهم يقومون بدفن المواد غير الصالحة للاستعمال في الأقليم، وبالتالي أصبح الأقليم مكبا للنفايات دول الجوار. قلنا لهم عليكم أن تعيدوا هذه المركبات بما تحملها إلى الدولة التي أتت منها. لا ندري إن كانت حرق النفايات الطبية من الحلول العلاجية التي تقلل من مخاطر بيئية وصحية وشيكة، ولا نعرف كم هو حجم التلوث في المياه الجوفية بسبب مدافن النفايات أو ما يسمى بالتمر الصحي، وخاصة عندما تكون هذه الحالات سواء المحارق أو المدافن قريبة من الأحياء السكنية. وهذا هو الحال هنا بين أغلب مدن إقليم كردستان. ليس بإمكان المحارق الطبية أو مدافن التمر الصحي التقليل من شأن المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن أطنان القمامة والنفايات التي تخرج من الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الصحية في إقليم كردستان على مدار الساعة، مع غياب بدائل مستدامة لمعالجة هذا الملف دون أضرار، إضافة إلى تدشين معامل كبيرة لتدوير النفايات واستخدام التطهير الكيميائي والتعقيم البخاري
وغيرها من الحلول للتخلص من النفايات نهائياً. لا نستطيع أن نقلد الدول الكبرى حالياً أو الدول المتقدمة بوضع 4 أماكن لفرز المواد البلاستيكية عن الزجاجية عن الورقية عن المواد العضوية، ولكن نستطيع أن نفصل النفايات إلى قسمين: جافة ورطبة. الجافة تشمل البلاستيكية والزجاجية والورقية، والأخرى هي المواد العضوية أو ما يسمى ببقايا الطعام. ولكن مع الأسف أن 50% من هذه النفايات هي المواد العضوية أو هي بقايا الطعام، ولكن نستطيع أيضا أن نحول هذه المسألة إلى مورد مالي، بمعنى أن نحول هذه بقايا الطعام أو المواد العضوية إلى سماد. التزايد السكاني والتوسع العمراني الكبيرين في الإقليم أدى إلى زيادة كميات النفايات والأنقاض، الأمر الذي ساهم بتشويه المنظر العام لبعض المدن وتلويث الهواء والتربة ونشر الأوبئة المعدية، وفرض تحديا بيئيا على إقليم كردستان الذي يعتمد على السياحة الطبيعية المبتلاة بالنفايات، وتحديا أشد على قطاع البناء العمودي خاصة الذي يطرح يوميا أطنانا من الأنقاض والمخلفات. يفترض من السلطات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، وأن تعمل على بناء معامل لمعالجة وتدوير النفايات، كما هو الحال في معظم الدول التي تحمي مواطنيها من الأوبئة الملوثة. بالمقابل تنشر التوعية بين الناس بدءا من طلبة المدارس، وتحاسب الذين يتجاوزون على المناطق الخضراء أو يعملون على تقليلها أو تشويه معالمها من خلال رمي النفايات والأوساخ بصورة عشوائية. المواطنون في المدن خاصة هم أكبر المتضررين حاليا من تراكم النفايات والأنقاض بصورة متزايدة، وذلك نظرا لقلة الوعي البيئي لدى المجتمع وعدم الاكتراث لتلوث الوسط المحيط بمحال السكن، إضافة إلى تركيز القطاعين العام والخاص على الصحة البشرية والحيوانية فقط وإهمال البيئة. فالمنظمات الصديقة للبيئة والنشطة فعلا قليلة جدا هنا، والفعاليات الجماعية من هذا النوع أقل بكثير. نشجع المواطنين الذين يلتزمون بالجانبين الديني والإنساني ولا يخلطون بقايا الطعام بالنفايات، بل يجمعون منها لإطعام الحيوانات السائبة والطيور، لأنه بصراحة لا يجوز خلط الرز أو الخبز مع البلاستيك والزجاج وغيرها من القمامة لدرجة تضر بعملية فرز النفايات، حتى وإن دشنا معامل التدوير أو المعالجة مستقبلا. كل عائلة بإمكانها التقليل من رمي النفايات أو تدويرها في المنزل، مثل تحويل وعاء مكسور إلى مزهرية جميلة أو الورق إلى أشكال الورود. والأهم عدم رمي بقايا الأطعمة، ويمكن إنقاذ حياة كائن آخر بإطعامه. زر مستشفى نانا كلي في أربيل، ستتفاجأ بعدد المصابين بالسرطان بسبب المشاكل البيئية بالدرجة الأساس. خلاصة القول إن معالجة وتدوير النفايات بأنواعها أصبحت من الضرورات الملحة في إقليم كردستان، والذي يحتاج لمواكبة التطور في هذا المجال، وهذا ما وعدت به الحكومة الحالية قبيل نيلها الثقة من البرلمان. ولكن يبدو أن المستجدات المالية الصعبة قد أجلت هذا الموضوع. وإلى أن يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع، فالمواطنون هنا مطالبون باعتماد طرق لعزل النفايات عن بعضها البعض حسب النوع، على أن تصل تلك النفايات المعزولة في البيوت إلى معمل التدوير والمعالجة لكي تعود إليهم مجددا، ولكن بشكل آخر. إلى اللقاء.